هنكمل تابع مراجعة الجبر والإحصاء للصف الأول الإعدادي الترم التاني. أستاذ صالح أبو العباس بيقول لي رقم 18 نص العدد 2 أس 10 هو نقط، واداني اختيارات 2 أس 5 ولا 2 أس 9 ولا 4 ولا 25. لما يقول لي نص العدد 2 أس 10، يعني ايه نص العدد 2 أس 10؟ يعني نص مضروب في 2 أس 10. الحمد لله. هنا كده هتتقرا بقت اسمه، يبقى 2 أس 10 على 2 أس كام؟ 1. طب عند قسمة الأساسات المتشابهة بنعمل ايه؟ بننزل الأساس ونطرح الأسس. 10 نطرح منها 1 يديني كام؟ 9. يبقى نص العدد 2 أس 10 يديني 2 أس 9. رقم 19 بيقول لي إذا كان سالب س أصغر من 4 فإن نقط. فإن إيه؟ فين السؤال؟ هنا س بالسالب عايز أخليها بالموجب، دي حالة خاصة جدا. لما يكون في المتباينة الس بالسالب عايز أخليها بالموجب بغير الإشارتين، يعني دي سالب خليناها إيه؟ موجب. طب دي موجب نخليها إيه؟ سالب. يبقى لما يكون في المتباينة الس بالسالب عايز أخليها موجب نغير الإشارتين ونعكس علامة التباين، هي أصغر من أخليها أكبر إيه؟ من. طب مين شاطر يقول لي احتمال الحدث المؤكد كام؟ 1. طب احتمال الحدث مستحيل 0. طب أي عدد أس 0 بكام؟ 1. طب العنصر المحايد الجمعي، العنصر المحايد الجمعي اللي هو إيه؟ 0. أما العنصر المحايد الضربي كام؟ 1. 20 بيقول لي إذا كان 2 في أ بيساوي 3 في ب فإن أ على ب هيساوي نقط. 2 لو ضربتها في أ هيساوي نفس الناتج بتاع 3 لو ضربتها في ب. يعني إيه الكلام ده؟ هنا عندك طرفين، لازم الطرف اليمين يكون قد الطرف الشمال. 2 في كام هيديني نفس الناتج بتاع 3 في كام؟ مش فاهم يا مستر. اقول لك يا سيدي بالراحه. لو قلنا 2 في 3 بكام؟ 6. طيب 3 لو ضربتها في كام تديني 6 برضو؟ 3 في ايه؟ في 2. يبقى 2 في 3 هي 3 في كام؟ في 2. طب هنا بيقول لي 2 في أ بيساوي 3 في ب، يبقى أ بكام؟ ب3 وب بكام؟ ب2. يقول لي فإن أ على ب، يبقى أ على ب هيساوي، احنا قلنا أ بكام؟ ب3 وب ب2، يبقى أ على ب هيساوي 3 على الاتنين. حد بيقول لك عيد رقم 19. طيب في حد بيقول مش فاهم رقم 19. بتقول ايه رقم 19 دي؟ إذا كان سالب س أصغر من 4 فإن نقط. س دي بالسالب أنا عايز أخليها بالإيه؟ بالموجب. عندي خاصية كده في المتباينة، بس لما يكون السين إشارتها سالب عايز أخليها موجب بعكس علاقة التباين، يبقى غير الإشارتين واعكس علاقة الإيه؟ التباين. دي سالب أخليها إيه؟ موجب، ودي موجب أخليها سالب.
بيقول لي مثال: اوجد في ابسط صورة. اوجد في ابسط صورة، او اختصر لابسط صورة. ازيك يا زياد، عامل ايه؟ زياد ده كان طالب معايا من سنة 2013 كده، 2014. دلوقتي هو في كلية. يا ايام يا زياد، والله وحشني يا زياد. اوجد في ابسط صورة -2/3 أس 2 في -3/2 أس 3 في 1/5 أس 0. ايه الحل؟ هنا عندي كام حد؟ 1 2 3. واحدة واحدة كده اجيب ناتج حاجة حاجة. هنا لما يكون الاساس سالب، الاساس سالب والاس زوجي، بعمل ايه في السالب ده؟ بطيره، هتبقى 2/3. طب والاس ده اروح فين؟ ينزل مرة على البسط ومرة على على المقام. خد بالك معايا بقى، لما يكون الاساس سالب والاس زوجي اطير السالب. طب لما يكون الاساس سالب والاس فردي، اطلع السالب بره. طلع السالب بره. ادي 3/2. الاس ده 3 ينزل مرة اس البسط ومرة اس المقام. في، خلي بالك، اي عدد اس صفر بكام؟ بواحد. يلا نطلع الناتج. 2 اس 2 ب4. طب 3 اس 2 يعني 3 في 3 ب9 في سالب. 3 اس 3 يعني 3 في 3 في 3 ب27. طب 2 اس 3 بكام؟ ب8. كل ده في واحد. ونطلع الناتج النهائي موجب في سالب بسالب. هنا على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها الاتنين، على التسعة فيها الواحد، على التسعة فيها التلاتة. وتطلع الناتج يطلع 3/2. تمام؟ مثال كمان عشان نفهم أكتر. عينيا حاضر. اختصر لأبسط صورة. اختصر لأبسط صورة. سالب تلت أس 2. سالب تلت أس 2 زائد جذر 64/81 ناقص 3/7 أس 0. يلا بينا نمسك حاجة حاجة. هنا الأساس سالب والأس زوجي. الأساس سالب والأس زوجي، يبقى السالب يطير، تنزل تلت، والأس ده يتوزع مرة أس البسط ومرة أس المقام، زائد. يلا نجيب الناتج. جذر التربيع لل64 8، جذر التربيع ل81 9، ناقص أي عدد أس صفر بكام؟ 1. يلا نكمل الحل. 1 أس 2 يعني 1 في 1 بواحد. 3 أس 2 يعني 3 في 3 ب9، زائد 8/9. كل ده ناقص كام؟ 1. خد بالك بقى، خد بالك، هنا الكسر ده دولت كسور، اما ده عدد صحيح، فجيب ناتج الكسور الاول. هنا الاساس قصدي كسر زائد كسر. لما يكون المقامات شبه بعض بنزل المقام واجمع البسط. 1 زائد 8 كام؟ 9. كل ده ناقص 1. خد بالك معايا، خد بالك معايا، هنا ده كسر، لازم تبقى المقامات شبه بعض. هل المقامات شبه بعض؟ 9. يبقى نزل المقام واجمع البسط. 1 زائد 8 كام؟ 9. كل ده ناقص 1. تعال نجيب الناتج بقى. 9 على 9 فيها الواحد. طب 1 ناقص 1 يديني كام؟ 0. يبقى الناتج النهائي بكام؟ ب0. طب لو طالب جميل كده أمور كتب المسألة كلها على الآلة وطلع له الناتج، السؤال ده عليه 3 درجات ونص. لو كتبت الناتج على طول تاخد نص درجة من ال3 درجات ونص. تمام؟
رقم 6 بيقول لي مثال: اختصر لأبسط صورة 5 أس سالب 3 في 5 أس 7 على 5 أس 4. أول حاجة هنا عندي في البسط 5 أس سالب كام؟ 3. يعني الأس سالب. الأس إيه؟ سالب. وأنا عايز أخلي الأس ده موجب. لما يكون الأس ده بالسالب وأنا عايز أخليه بالموجب، أغير مكانه. أغير إيه؟ مكانه. يعني هو فوق في البسط، أنزله أنا تحت في الإيه؟ في المقام. طب هنا 5 أس كام؟ 7. يعني الأس موجب ولا سالب؟ موجب. أقول له بس 100 خليك إيه؟ زي ما أنت في مكانك. طب يلا ننزل على المقام. الأس موجب ولا سالب؟ موجب. أقول له اثبت مكانك. يبقى خد بالك عشان في طلبة مع ضغط الامتحان بتشقلب المسألة كلها. لا يا حبيبي، لما يكون الأس سالب عايز تخليه موجب، هو بس اللي بتغيره. هو مكانه فوق، انزله ايه؟ تحت بس خلاص. طب هنا ال7 موجب يبقى سيبها مكانها. هنا الأس موجب يبقى سيبه مكانه. يلا نبص على البسط. هل في أساسات متشابهة؟ لا، يبقى نزله زي ما هو. طب يلا نبص على المقام. الأساس هنا كام؟ 5 والأساس هنا كام؟ 5. هل الأساس شبه الأساس؟ طب عند ضرب الأساسات المتشابهة بنعمل إيه؟ بننزل الأساس وبنجمع الأسس. 3 زائد 4 7. وكده اتحولت إلى مسألة إيه؟ قسمة. 5 أس 7 على 5 أس 7. طب عند قسمة الأساسات المتشابهة بنعمل إيه؟ بننزل الأساس ونطرح الأسس. يلا بينا نطرح. 7 ناقص 7 0. يبقى 5 أس إيه؟ 0. فاكر معايا لسه قايلين من شوية أي عدد موجب أو سالب أس 0 يديني كام؟ 1. يبقى الناتج النهائي بكام؟ ب1. يبقى خد بالك لازم نعمل الخطوات عشان الخطوات عليها درجات. مثال بيقول لي اوجد في أبسط صورة، أو اوجد قيمة ما يلي في أبسط صورة. قيمة إيه بقى؟ 2 مضروبة في 5 أس 2 زائد 1 ناقص، افتح قوس تاني، 4 أس 2 ناقص 1. المثال ده بتاع عنه درس بتاع ترتيب إجراء العمليات الحسابية. ترتيب إجراء العمليات الإيه؟ الحسابية. فاكرين الخطوات؟ أول حاجة الأقواس الداخلية ثم الخارجية. تاني حاجة حساب الأسس. تالت حاجة الضرب والقسمة. رابع حاجة الجمع والطرح. وخمسة لا تنسى البداية منين؟ من اليمين. يبقى أول حاجة الأقواس الداخلية ثم الخارجية. يلا بينا. فين الأقواس الداخلية؟ يعني إيه أقواس داخلية؟ يعني من الداخل من جوه. 5 أس 2 25 زائد 1 ناقص 4 أس 2 4 في 4 ب16 ناقص 1. خلصنا الأقواس الداخلية ولا لسه؟ لا لسه. 25 زائد 1 26 ناقص 16 ناقص 1 15. كده احنا خلصنا الأقواس الداخلية. فاضل لي الأقواس الإيه؟ الخارجية. 26 ناقص 15 يديني كام؟ 11. يبقى ال11 ده الناتج بتاع الأقواس الخارجية. الرقم اللي طلع لي بقى أضربه فين؟ في العدد اللي بره. 2 في 11 بكام؟ ب22. يبقى الناتج النهائي كام؟ 22. بس خد بالك لازم أحل بالخطوات عشان في طلبة جميلة كده بتستعبط. بتعمل إيه بقى؟ بيكتب المسألة كلها على الآلة. لا يا حبيبي،
الخطوات عليها ايه؟ درجات. الخطوات عليها درجات. تعال ناخد مثال تاني عشان نفهم اكتر. عينيا حاضر. مثال يقول لي اوجد قيمة ما يلي في ابسط صورة، او ممكن يقول لك اوجد بدون استخدام الآلة. 12 في 2 أس 2 على 24 زائد 3 أس 2. احنا قلنا أول حاجة في المسألة زي كده الأقواس الداخلية ثم الإيه؟ الخارجية. تاني حاجة حساب الأسس. هل هنا في أقواس داخلية وخارجية؟ لأ. طيب هل في أسس؟ يلا نعمل الأسس الأول. أدي 12 في 2 أس 2 بكام؟ ب4. واكتب بقية الإيه؟ المسألة. 24 زائد هنا في أس أهو 3 أس 2 يعني 3 في 3 بكام؟ ب9. يبقى أول حاجة الأقواس. أول حاجة الإيه؟ الأقواس. تاني حاجة حساب الأسس. تاني حاجة حساب الإيه؟ الأسس. تالت حاجة الضرب والقسمة. طب يا مستر لو في ضرب وقسمة أبدأ بمين الأول؟ بالضرب ولا القسمة؟ لا يا حبيبي الاتنين واحد. أنا هبدأ بقى باليمين. هبدأ بإيه؟ باليمين. يعني مثلا معلش استنوا كده عشان بس الشاحن إيه؟ معاكسني شوية. كده الصوت تمام والصورة تمام ولا في أي مشاكل؟ يلا بينا نكمل. 12 في 4 12 في 4 ب8 وايه؟ و40. وبقية المسألة تتكتب زي ما هي. طيب هل في ضرب أو قسمة تاني؟ في اسم هو مستر. يبقى أقسم 48 على ال 24 فيها كام؟ الاتنين زائد 9. طب هل في ضرب أو قسمة تاني ولا أخش على الخطوة اللي بعديها؟ خش على الخطوة اللي بعديها اللي هي الجمع والإيه؟ والطرح. 2 زائد 9 11. يبقى أنا عندي خطوات لازم أمشي بيها بالترتيب. أول حاجة الأقواس الداخلية ثم الخارجية. تاني حاجة حساب الأسس. تالت حاجة الضرب أو القسمة. الضرب أو القسمة. رابع حاجة الجمع أو الطرح. 5 لا تنسى بنبدأ منين؟ من اليمين. البداية من اليمين. يعني ايه البداية من اليمين؟ لو عندك ضرب وقسمة في نفس المسألة تبدأ بمين الأول؟ أبدأ باليمين. ربنا يجعلنا من أهل الإيه؟ اليمين. سنة أولى نامت ولا إيه؟ الساعة 1 صاحيين بدري النهاردة ومطبقين. على العموم يعني اللي نام إن شاء الله لما يصحى الصبح يا ريت نبلغوه عشان يتفرج على الحصة اللي هي المراجعة. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ يوسف برضه كان طالب عندي في تالتة اعدادي دلوقتي تلاقيه في تانية ثانوي. طب يلا بينا نكمل مثال. بيقول لي ايه؟ اوجد مجموعة حل المعادلة في نون. مجموعة حل المعادلة في ايه؟ في نون. 3 س زائد 1 بيساوي 25. 3 س زائد 1 بيساوي كام؟ 25. أول ما يقول لي اوجد مجموعة الحل يعني عايز قيمة ايه؟ س. س دي وحشة. أنا عارفها وحشة. تحبش حد في الطرف بتاعها. بس أول حد بتقدر عليه الجمع والايه؟ والطرح. لقيت هنا موجب 1.
اتجاه كرشام موديها الناحية التانية بعكس الايه؟ الإشارة. طب لقينا مين هناك؟ ال 25 تتكتب الأول عشان ما تزعلش. طب يا مستر ده كان بالموجب، يبقى يروح الناحية التانية بالايه؟ بالسالب. ادي 3 س هتساوي 25 ناقص 1 يديني كام؟ 24. طيب لسه في رقم غلس مع س عايز اتخلص منه اللي هو كام؟ التلاتة. هقسم هنا على التلاتة واقسم هنا على ايه؟ على التلاتة. ده طار مع ده. 24 على التلاتة فيها كام؟ 8. وما تنساش مجموعة الحل بيساوي كام؟ 8. عشان مجموعة الحل دي عليها درجة، لو ما كتبتهاش مش هتاخد الدرجة بتاعتها. اوجد مجموعة حل المعادلة في نون. وبص المسألة دي بيخوفك، بيقول لك 3 س زائد 2 حطها لك بين قوسين وهنا زائد 5 بيساوي كام؟ 13. خد بالك اوعى تخاف، ده هنا في زائد وهنا في ايه؟ زائد، يعني دول على بعض بكام؟ ب7. يبقى 3 س زائد 2 و5 7، كل ده بيساوي كام؟ 13. ونحلها زي المسألة اللي فوق بالظبط. احلها لك؟ حاضر يا سيدي. 3 س، قلنا س دي وحشة، ما تحبش حد في الطرف ايه؟ بتاعها، فبتتخلص منهم. واول حد بتقدر عليه الجمع والايه؟ والطرح. هتودي السبعة على الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 13 ناقص 7، يبقى 3 س هيساوي 13 ناقص 7 كام؟ 6. لسه في رقم غلس مع س عايز اتخلص منه اللي هو مين؟ التلاتة. هقسم هنا على التلاتة وهنا على 3. 3 طارت مع التلاتة و6 على التلاتة فيها الايه؟ الاتنين. وما تنساش مجموعة الحل هتساوي 2. دي كده المعادلات. طب يا مستر المتباينات، المتباينة هي المعادلة. طريقة حل المعادلة هي طريقة حل المتباينة بالظبط. تعال نشوف. لما يقول لي اوجد مجموعة حل المتباينة في نون. نون دي اللي هي الأعداد النسبية، هي الكسور يعني. 3 س زائد 5 أصغر من 16. قلنا لما يقول لي هات مجموعة الحل أنا عايز قيمة إيه؟ س. خد بالك س دي وحشة وهتفضل وحشة، أنا عارفها. س دي وحشة ما بتحبش حد في الطرف بتاعها، فبتتخلص من كل اللي معاها، واول حد بتقدر عليه يا اخي سبحان الله الجمع والايه؟ والطرح. لقيت هنا جمع موجب، تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. لقينا مين هناك؟ 16 تتكتب الاول عشان ما تزعلش. طب الخمسه موجب، تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالسالب. يبقى 3 س اصغر من 11 ناقص 5 او 16 ناقص 5. 16 ناقص 5 يديني كام؟ 11. لسه في رقم غلس مع س عايز اتخلص منه اللي هو كام؟ التلاتة. يبقى هقسم هنا على التلاتة واقسم هنا على ايه؟ على التلاتة. طبعا التلاتة طارت مع التلاتة يتبقى لي ايه؟ س. ولو عملت 11 على التلاتة ما فيهاش اختصار فتنزل زي ايه؟ ما هي 11 على التلاتة. طب ايه يا فيستر الفرق بقى بين ايه؟ الفرق بين المعادلة والمتباينة. في المتباينة مجموعة الحل بكتبها على الشكل ده: س حيث س تنتهي من نون فاصلة، واكتب المتباينة اللي طلعت لي اكتبها ايه؟ هنا. طب ليه يا مستر ما عملناهاش زي المعادلة رقم 1 وخلاص؟ لا حبيبي، المعادلة عبارة عن ناتج واحد، لكن هنا المتباينة ايه الكسور اللي اصغر من 11 على الاتنين؟ ده حوالي 10 مليون عدد، وانا هقعد اكتب ال10 مليون؟ لا، فاكتبها له على صورة الصورة المميزة بتاعت سنة 5 ابتدائي. خلاص، يبقى اكتبها له على الصورة دي اللي هو س حيث س تنتهي من نون فاصلة، واكتب المتباينة الايه؟ اللي طلعت لي. طيب عايز اديكم مسألة كده للفائقين بس، البلهاء يمتنعون. اوجد مجموعة حل
المتباينة في ن. بص بقى المتباينة دي عاملة ازاي. 2 س ناقص 1 أكبر من 3 وأصغر من أو يساوي 7. إيه ده يا مستر؟ هنا في 3 أطراف، وأول ما يقول لي اوجد مجموعة الحل يعني عايز قيمة إيه؟ س. س دي وحشة، متحبش حد في الطرف إيه؟ بتاعها، فهتتخلص منهم. وقلنا أول حد بتقدر عليه الجمع والإيه؟ والطرح. هنا عندها سالب ايه؟ 1، فهتوديه في الطرف اليمين بعكس الاشاره. لقينا مين هناك؟ ال3 تتكتب الاول. طب ده كان بالسالب، يروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره بالايه؟ بالموجب. يبقى احنا كده ودينا -1 الطرف اليمين بعكس الاشاره. الشمال زعل، قال اشمعنى وديت -1 في اليمين بعكس الاشاره وانا لا؟ هو انا عشان شمال؟ قلنا لا ما تزعلش يا شمال، زي ما ودينا -1 في اليمين بعكس الاشاره هنوديك كمان في الايه؟ في الشمال بعكس الاشاره. بس خد بالك، لقينا مين هناك؟ ال7 تتكتب الاول عشان ما تزعلش. طب هنا ده بالسالب يروح بالايه؟ بالموجب. ويلا نطلع النواتج. ركز معايا كده وتحدى الاعاقه الذهنيه. 3 زائد 1 كام؟ 4. طب 7 زائد 1 كام؟ 8. كل اللي انا عملته مرة تانية، وديت -1 في اليمين بعكس الاشارة، وديته برضو في الشمال بعكس الاشارة، طلعت النواتج. 3 زائد 1 كام؟ 4. و7 زائد 1 8. لسه في رقم غلس مع س عايز اتخلص منه، يا ترى هو كام؟ ال2. برافو عليك. يبقى هقسم هنا على ال2، ادي 2 س اهو. هقسم هنا على ال2 وهنا على ال2 وهنا على ال2، ده طار مع ده بقى لي س. طب 4 على 2 فيها الايه؟ ال2. 8 على 2 فيها الايه؟ ال4. وما تنساش مجموعة حل المتباينة بتتكتب على الصورة دي، س حيث س تنتهي من ن فاصلة، واكتب المتباينة اللي طلعت لي. عشان هو عايزها في ايه؟ في ن، اللي هي الاعداد النسبية اللي هي الكسور. لكن لو الاعداد الصحيحة بقى بتاعت سنة 6 سهلة. ايه الاعداد اللي اكبر من 2 واصغر منها وتساوي 4؟ اللي اكبر من 2 ال3 وال4، واجي عند ال4 واقف. ليه؟ عشان هو قال لي اصغر من او بتساوي 4. تعالى بقى ناخد مسألة على تطبيقات على حل المعادلات. ايه تطبيقات ديت؟ يديني مسألة لفظية وعايزني انا احولها له الى معادلة رياضية واكمل حل. قبل ما اكمل حل، الصوت واضح؟ اللي معانا يعلق يقول واضح الصوت او الصوت مش واضح، الصورة واضحة او الصورة مش واضحة، عشان نظبط الدنيا. عشان دي ليلة امتحان، سنة اولى عندها امتحان يوم ايه؟ بكرة ولا بعده؟ بعده، عشان بكرة اجازة، عشان في عيال نايمة بتبقاش عارفة عندها بكرة ايه. سنة اولى بكرة اجازة، وان شاء الله امتحانك يوم الايه؟ يوم الاثنين. ماشي، شاطر. خلي بالك عندك جبر واحصاء مع بعض وحاسب آلي. عندك بكرة جبر واحصاء، بعد بكرة عندك جبر واحصاء، وعندك مادة تانية اسمها حاسب آلي. مش عارف سمعت عنها قبل كده ولا لأ. بيقول لي مثال: عددان صحيحان. أعداد إيه؟ صحيحة. أحدهما ضعف الآخر. أحدهما ضعف الإيه؟ الآخر. مجموعهم 24. فما العددان؟ عندك عددين أحدهما ضعف الآخر ومجموعهم 24.
هنفرض ان العدد الاول اسمه س. اسمه ايه؟ س. طب والعدد التاني قال لي ضعف الاول، يبقى سميه 2 ايه؟ س. طب يا ترى حاصل ضربهم 24 ولا مجموعهم 24؟ قال لي مجموعهم 24. يبقى هجمع العدد الاولاني س زائد العدد التاني اللي هو ضعفه 2 ايه؟ س، واساويهم بكام؟ بال 24. وبكده انا حولت المسألة اللفظية الى معادلة، واحلها بقى زي زمان. 1 س زائد 2 س يديني كام؟ 3 س. كل ده هيساوي 24. معايا رقم غلس مع س عايز اتخلص منه اللي هو مين؟ التلاتة. يبقى اقسم هنا على التلاتة واقسم هنا على التلاتة. مين شاطر يقول لي 24 على التلاتة فيها كام؟ مين اول واحد هيكتب تعليق؟ طلع الناتج في التعليق. 24 على التلاتة فيها كام؟ نمنا بقى كده، احنا نمنا. 24 على التلاتة فيها كام؟ مريم احمد، ممتازة يا مريم. ملك احمد، ممتازة. 8. يبقى هنا 24 على 3 فيها كام؟ التمانية. مش احنا فرضنا ان العدد الاولاني اسمه س؟ يبقى س بكام؟ 8. يبقى العدد الاول اللي هو س هيساوي كام؟ 8. طب العدد التاني ضعفه. يعني ايه ضعفه؟ يعني 2 س، يعني هيساوي 2 في 8. 2 في 8 بكام؟ 16. يبقى العدد الاولاني 8 والعدد التاني ايه؟ 16. طب مثال بيقول لي عددان صحيحان اصغرهما الصغير فيهم 2 س واكبرهما 5 س، والفرق بينهما 30. فما العددان؟ عندي عددين الصغير فيهم 2 س والكبير 5 س، والفرق بينهما 30. الفرق بينهما يعني زائد ولا ناقص؟ ناقص، ممتازة. يبقى 5 س ناقص 2 س هيساوي كام؟ 30. يبقى انا كده حولت المسألة اللفظية الى معادلة. قال لي عددان صحيحان الصغير فيهم 2 س والكبير كام؟ 5 س، الفرق بينهما 30. يبقى اطرحهم من بعض واساويها بكام؟ 30. يلا بينا نكمل. 5 س ناقص 2 س يديني كام؟ 3 س. يبقى 5 س ناقص 2 س يديني 3 س واساويها بكام؟ 30. طب لو عايز اجيب قيمة س في رقم غلس مع س عايز اتخلص منه اللي هو مين؟ 3. هقسم هنا على 3 وهنا على 3. ده طار مع ده فيها السين. 30 على 3 فيها كام؟ 10. يبقى س بكام؟ ب 10. مش هو العدد الصغير ب 2 س؟ العدد الاصغر 2 س. يعني ايه 2 س؟ يعني 2 مضروبة في س. طب س جبناها بكام؟ ب 10. يبقى 2 في 10 بكام؟ ب 20. ده كده العدد الصغير. طب لو عايز اجيب العدد الاكبر اللي هو بكام في المسألة؟ 5 س. يعني ايه يا مستر 5 س؟ يعني 5 مضروبة في س اللي هي بكام؟ في 10. 5 في 10 بكام؟ 50. يبقى العددان هما الصغير ب 20 والكبير بكام؟ ب 50.
تمام، قربنا نخلص. كانت في بنت بتقول لك احنا بنقص سالب نعمل ايه؟ خد بالك، الأعداد الطبيعية، الأعداد الطبيعية اللي هي مثلا إيه 5 6 7، كل مرة بنزود كام؟ 5 زودنا كام عشان تبقى 6؟ زودنا عليها 1. طب والستة زودنا كام عشان تبقى 7؟ 1. يبقى كل مرة بنزود 1. لو الخمسة دي سميناها س، يبقى العدد اللي بعديها عبارة هنزود كام على السين؟ 1 كمان. يبقى لو العدد الصغير س، العدد اللي بعديه هنزود كام؟ 1. طب العدد التالت هنزود على اللي قبليه كام؟ كمان 1. 1 زائد 1 2. يبقى لما يقول لي 3 أعداد طبيعية، الأول س، التاني زود 1 يبقى س زائد 1، التالت أزود كمان 1 يبقى س زائد إيه؟ 2. طيب لو قال لي أعداد زوجية أو فردية، أعداد زوجية مثلا زي 6 8 10، كل مرة بنزود كام؟ 2. يعني لو الصغير ده سميناه س، يبقى اللي بعديه هزود على السين 2 يبقى س زائد ايه؟ 2. طب التالت هزود كمان 2، 2 على الاتنين 4. يبقى الأعداد الزوجية أو الفردية هزود كل مرة كام؟ 2. يبقى لو أصغر واحد س، يبقى التاني 1 س زائد 2، التالت أزود كمان 2 تبقى س زائد ايه؟ 4. طب تعالى ناخد مثال على كده. بيقول لي اوجد 3 أعداد زوجية، 3 أعداد ايه؟ زوجية متتالية ورا بعض، مجموعهم 966. ياه، عايز 3 أعداد زوجية مجموعهم 966. هنفرض أن العدد الأول اسمه س. طب والعدد التاني؟ احنا قلنا في الزوجي أو الفردي بنزود كل مرة كام؟ 2. لو الأول س يبقى التاني س زائد 2. طب التالت هزود كمان 2، 2 زائد 2 كام؟ 4. يبقى الأعداد الأولية الزوجية لو الأول س، التاني س زائد 2، التالت س زائد ايه؟ 4. قال لي مجموعهم 966، يبقى هجمع الأول زائد التاني زائد التالت واساويهم بالرقم اللي هو مدولي في المسألة 966. يلا بينا نبسط أكتر. 1 س زائد 1 س زائد 1 س يديني 3 ايه؟ س. طب يلا نجمع الأعداد. 2 زائد 4 6، كل ده هيساوي 966. يبقى تاني من الأول، 1 س زائد 1 س 2 س زائد 1 س 3 س أهي. طب يلا بينا نجمع الأعداد. 2 زائد 4 6، كل ده هيساوي 966. وبكده أصبحت معادلة زي زمان، معادلة زي اللي احنا لسه حلينا من شوية. عايز أجيب س، قلنا س وحشة متحبش حد في الطرف بتاعها، فهنودي الستة دي الناحية التانية بعكس الإشارة. لقينا مين هناك؟ 966. تتكتب الأول عشان ما تزعلش. ده بالموجب يروح بالإيه؟ بالسالب. يبقى 3 س هتساوي 966، لو شلنا منها 6 تديني 960. لسه في رقم غلس مع س عايز اتخلص منه اللي هو مين؟ التلاتة. هقسم هنا على التلاتة وهنا على ايه؟ على التلاتة. ده طار مع ده بقى لي س. 960 على التلاتة فيها 320. يبقى كده العدد الأول 320. يبقى العدد الزوجي اللي بعد كده كام؟ العدد التاني 322. طب العدد التالت الزوجي بعد 322 324.
يبقى الأعداد الزوجية 320، اللي بعديه 322، اللي بعديه 324. طولت عليكم أنا عارف، كنتوا عايزين تناموا، بس خلاص احنا قدامنا 5 دقايق ونخلص. مثال بيقول لي عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة فما احتمال ظهور. المطلوب الأول عدد زوجي، المطلوب الثاني عدد فردي، المطلوب الثالث عدد أولي، المطلوب الرابع عدد يقبل القسمة على 3. رقم 5 احتمال ظهور العدد 5. رقم 6 عدد أكبر من 6. خد بالك يا سنة أولى، سنة أولى هنا بيقول لي عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة فما احتمال ظهور، وطلب مني 6 أسئلة، 6 مطالب، 1 2 3 4 5 6، عشان في عيال عبيطة مفكرة دي اختيارات. ده مش سؤال اختر يا بابا، ده سؤال وطالب منك 6 مطالب. أول حاجة أكتب فضاء العينة. فضاء العينة بتاع حجر النرد، حجر النرد اللي هو الزهر بتاع السلم والتعبان، عارفه؟ اللي هو ده حجر النرد ده بتاع السلم والتعبان، مرقم من كام لكام؟ 1 2 3 4 5 6. السؤال الأول بيقول لي احتمال ظهور عدد زوجي. احتمال ظهور عدد زوجي ليها قانون، هقسم عدد مرات وقوع الحدث على عدد جميع النواتج. عدد مرات وقوع الحدث، كام مرة شفت عدد زوجي في حجر النرد؟ 2 وال4 وال6. عددهم كام؟ عددهم 3. يبقى اقسم 3 على عدد جميع النواتج اللي هي كام؟ 1 2 3 4 5 6. 3 على 6 فيها الايه؟ النص. المطلوب الثاني بيقول لي احتمال ظهور عدد فردي. احتمال ظهور عدد ايه؟ فردي. برضو هقسم عدد مرات اللي انت شفت فيها العدد الفردي. كام مرة شفت عدد فردي في حجر النرد؟ ما تقوليش ايه هما، انا بسألك كام مرة شفتهم؟ كام مرة شفت عدد فردي؟ 1 وال3 وال5 عددهم كام؟ 3. يبقى 3 على 6 فيها كام؟ فيها النص. طب رقم 3 السؤال الثالث احتمال ظهور عدد أولي. احتمال ظهور عدد أولي، كام مرة ظهر عدد أولي في حجر النرد ده؟ عارفين حجر النرد ده اللي هو الزهر اللي بنلعب بيه السلم والتعبان ده، كام مرة ظهر عدد أولي؟ عارف ايه هي الأعداد الأولية؟ 2 3 5 7 11. 2 3 5 7 11 أعداد أولية. 2 3 5 7 11 وال13 وال17.
المهم انت دلوقتي اللي يهمنا كام عدد اولي ظهر في حجر النرد اللي هو الظهر بتاع السلم والتعبان. كام عدد اولي؟ الاتنين والتلاتة والخمسة، يعني عددهم كام؟ 3. يبقى 3 على جميع النواتج اللي هي 6. 3 على 6 فيها الايه؟ النص. رقم 4 بيقول لي احتمال ظهور عدد يقبل القسمة على ال3. وهنا لازم نقف وقفة وخلي بالك معايا. العدد اللي بيقبل قسمة على ال3 ده لازم يكون يا قده يا أكبر منه. يا قده يا أكبر إيه؟ منه. إيه الأعداد اللي بتقبل القسمة على ال3؟ ال3 وزود كل مرة 3. 3 نزود عليها 3 تبقى كام؟ 6. يبقى ال6 تقبل قسمة على ال3. طب وإيه كمان؟ زود على ال6 كمان 3 تبقى 9. زود كمان 3 12. زود كمان 3 15. واقعد زود بقى كل مرة 3 عشان تعرف ايه الارقام اللي بتقبل القسمة على ال3. اللي يهمني هنا في حجر النرد اللي هو ده بتاع السلم والتعبان ده، شايفه؟ في كام عدد هنا بيقبل القسمة على ال3؟ ال3 وال6، يعني عددهم كام؟ 2. يبقى تقسم لي 2 على الايه؟ على ال6. 2 على ال6 فيها الايه؟ 3/10. السؤال الخامس، وخد بالك بقى عشان بنتلخبط فيه كتير. بيقول لي احتمال ظهور العدد 5. احتمال ظهور العدد 5. احتمال ظهور العدد ايه؟ 5. كام مرة سعادتك شفت الرقم 5 في حجر النرد؟ سؤال كده. انت كام مرة شفت العدد 5 في حجر النرد؟ بص كده بعينك. شفته كام مرة؟ ظهر كام مرة؟ واحدة بس. يبقى تقول له 1 على جميع النواتج اللي هي كام؟ 6. طيب رقم 6، السؤال السادس. احتمال ظهور عدد أكبر من 6. احتمال ظهور عدد أكبر من 6. في كام عدد أكبر من 6 في حجر النرد؟ ولا عدد. هل ممكن ارمي حجر النرد كده يطلع عدد اكبر من 6؟ لا. لا في الاحصاء دي يعني ايه؟ 0. اللي هو حدث مستحيل. حدث ايه؟ مستحيل. يا رب تكون الصورة واضحة والصوت واضح والصورة مش مبكسلة. بيقول لي مثال. بص المثال ده بيقول لي ايه؟ صندوق او كيس اي حاجة يعني به 4 كرات بيضاء. 4 كرات ايه؟ بيضاء. و5 كرات زرقاء. و6 كرات حمراء. 6 كرات ايه؟ حمراء. فإذا سحبت منه كرة عشوائيا فأوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة. السؤال الأولاني أو المطلوب الأولاني احتمال أن تكون الكرة مسحوبة بيضاء. المطلوب الثاني يقول لك بيضاء أو حمراء. المطلوب الثالث ليست حمراء. المطلوب الرابع سوداء. الحل بيقول لي صندوق به 4 كرات. صندوق به 4 كرات بيضاء. يبقى عدد جميع الكرات
4 بيضاء و5 زرقاء و6 حمراء. يبقى كده كام؟ 4 و5 9 و6 15. يبقى جميع الكرات كام؟ 15. المطلوب الأولاني احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء. بص القانون بيقول ايه؟ هقسم عدد الكرات البيضاء على عدد جميع الكرات. عدد جميع الايه؟ الكرات. هو انا عندي كام كرة بيضة؟ كام كرة بيضة؟ بص على المسألة 4، يبقى اقسم 4 على جميع الكرات كام؟ 15. طب المطلوب الثاني احتمال ان تكون الكرة مسحوبة بيضاء او حمراء. بيضاء او ايه؟ او حمراء. لما يقول لي بيضاء او حمراء هجمع البيضاء زائد الحمراء. البيضاء كام؟ 4. طب والحمراء كام؟ 6. يبقى 4 على زائد 6 على جميع الكرات اللي هي كام؟ 15. طبعا 4 على 6 فيها 10، 10 15 فيها 6 من 10 أو 67%. رقم 3 بيقول لي احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست حمراء. ليست إيه؟ ليست حمراء. يعني إيه ليست حمراء؟ يعني مش حمراء. يعني حط صبعك كده على الحمراء واجمع باقي الكرات كلها. اجمع الكرات كلها ما عدا الحمراء، عشان هو بيقول لك ليست ايه؟ حمراء. تبقى تجمع بقيه الكرات كلها، يعني تجمع البيضه زائد الزرقاء كل الكرات ما عدا الحمراء، عشان هو بيقول لك ليست ايه؟ حمراء. على جميع الكرات 4 و5 9. 9 على 15 فيها الايه؟ 6 من ايه؟ من 10. السؤال الرابع بيقول لي احتمال ان تكون سوداء. هو الصندوق فيه 4 بيضاء و5 زرقاء و6 ايه؟ حمراء. لو مديت ايدك كده ينفع تسحب كرة سوداء؟ طبعا لا، طبعا مستحيل. يبقى اقول له احتمال ان تكون الكرة مسحوبة سوداء 0، اللي هو حدث ايه؟ مستحيل. وبكده نكون خلصنا مراجعة عامة وهامة وشاملة على الجبر والإحصاء لسنة أولى إعدادي. بالتوفيق سنة أولى. تحياتي مستر صالح أبو الإيه؟ العباس. وإن شاء الله لو حد واقف معاه أي حاجة أو عايز يسأل عن أي حاجة يبعتها لي على الواتس، وإن شاء الله نشرحها له مرة تانية. عايزك بس تشد حيلك تذاكر اللي احنا شرحناه دلوقتي. هبعت لكم على الواتس ال 12 ورقة اللي احنا شرحناهم في الفيديوهين. احنا عملنا 2 لايف. وعايزك تمسك المذكرة الصغيرة اللي هي دي، تذاكر لي كل الأمثلة دي. كل الأمثلة دي تتذاكر، وبعد ما تذاكرها لغاية صفحة كام؟ لغاية صفحة 18. وبعد كده هتلاقي تمارين عامة مش محلولة تقعد تحلها انت، وتحل لي النموذجين بتوع الكتاب المدرسة. وتشد حيلك كده، اهم حاجة تقرا السؤال بتركيز، ما تتسرعش في الحل، حل بالتفصيل الممل، حل بالخطوات، خليك منظم، حسن خطك وانت بتحل، وطمنوني بعد ما تطلعوا من اللجنة عملتوا ايه. يلا باي، السلام عليكم.